السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع ادم. اليوم غنوجدوا واحد الوجبه مغربيه اصيله، وهي الكسكسو. الكسكسو اللي ما كيخطى حتى شي بيت يوم الجمعه. انا غنقدم لكم ان شاء الله بطريقتي، وهذا هو الشكل ديالو. كنتمنى الفيديو ديال نهار اليوم يعجبكم. يلا تابعوني باش تشوفوا المكونات والطريقه كيفاش غنصايبوا هذا الكسكسو ان شاء الله. بالنسبه للمكونات، انا هنا عندي اللحم. اختاريت اللحم البقري. اللحم كيبقى على حسب عدد الاشخاص. غنحتاجو معلقه كبيره ديال الخرقوم، نحتاجو قزبر ومعدنوس مقطعه، نحتاجو معلقه كبيره ما عمرش بزاف ديال الابزار، معلقه ديال السكنجبير، الحمص مرطبه ليله كامله، وواحد الكرداسه. هذا هو السر ديال البنه ديال الكسكسو، هو هذاك الكرداس. بالنسبه للخضار غنحتاج واحد الطريف ديال، انا هنا ما مكثرش الخضره كيف ما كتشوفوا، قرعه حمراء، جوج قريعات خضرين، واحد الفتة صفراء، هاد الفتة البيضاء، 3 الجزرات. هذا اللفت اللي تيكون هذاك اللفت، هذا الشكل هذا كنجرو مزيان. عندي واحد حبه بصل، عندي مكور، عندي واحد الرويز ديال الفلفله حاره. هنا كيف ما كتشوفوا عندي 4 الحبات ديال المطيشه. اولا غنضيف اللحم، غنضيف البصل، غنضيف الابزار، نضيف معلقه كبيره ديال السكنجبير، نضيف معلقه ديال الخرقوم. انا هنا ما مستعملش الملح حتى يطيب لي مزيان، حتى الاخير عاد باش نذوق تطلق لي ديك الكرداسه البنه ديالها، عاد باش نشوف واش خاصني الملح. نضيف قزبر ومعدنوس، نضيف واحد شويه ديال الماء غير باش تخلط ليا ديك العطريه، باش ما نجيش حاره، باش ما تتحرقش ليا. غنحرك هاد المكونات. غنضيف دابا الزيت، الزيت انا دائما كنعبرو بهذا المغرف هذا، غنستعمل 2. صافي غنحرك مزيان هذا التوابل والبصل واللحم، غنخليه يتشحر مزيان. اللحم ديال الكسكسو كيبغي يكون مشحر مزيان. انا ضفت ليه واحد الرويس صغير ديال ملون اصطناعي باش يجينا داك اللون الاصفر، ما يجيناش الكسكسو ابيض. صافي غنخليه يتقلى مزيان. غنقطع واحد الحبه ديال المطيشه، انا خليتها بقشورها الخط وقطعتها هكا. يمكن لكم تقسموها كاع غير على 4 وتضيفوها. صافي وخليتها يتشحر عاود هادشي مزيان، مطيشه مع اللحم. صافي دابا من بعد ما تشحر ليا اللحم مزيان غنضيف ليه الحمص راه مرطاب. غنضيف ليه اللفت. بالنسبه للحمص واللفت كنديرو مولوله مع اللحم، كيبغوا شويه الطياب. صافي غنروي، ندير المرق ديالي، الماء بطبيعه الحال يكون طايب. صافي غنخلي ندير الغطايه ديال البرمه، نخليه تيطيب. من بعد ما يطيب ليا اللحم نص طيبه، انا غنضيف ليه خيزو ومكور واللفته. بالنسبه للقريعات بجوج ومطيشه غنخليهم هما الاخيرين.
بالنسبه للخضره، كل سيده وشنو كتبغي دير الخضره اللي بغات. بالنسبه لهذا المكور كيف ما كتشوفوا انا مقلبه بورقه باش نتاكد ما فيه حتى شي حاجه تكون فيه بعض الحشرات. كنقيو مزيان نقلبوه هكاك مزيان. من بعد ما طاب لي، ماشي طاب كليا ولكن طاب دخلوا الطياب غير شويه، كنضيف المكور، كنضيف الجزر، نضيف اللفته صفراء واللفته بيضاء. انا اكتفيت غير بهاد الخضره، والسيده كدير اللي بغات ديال الخضره. صافي نخليه تيغلى غير شويه غير تبدا تطبخ لينا. صافي ونمروا للسميده. انا مستعمله السميده هنا عندي 500 غرام، والقياس كيبقى على حسب اشخاص. غنضيف شويه ديال الزيت. في الاول ما كنديروش زيت العود، كنديرو غير هاد الزيت الرومي. كنلبس السميده مزيان بالزيت. صافي غنلبسها مزيان صافي وغنديرها في الكسكاس. صافي دابا انا غنديرها فوق البرمه باش يتبخر ليا. كنغطيه بالغطايه. صافي نخليه يتبخر مزيان، يطلع لي الفار مزيان. من بعد ما تبخرات لي السميده انا غنرشها بالماء. انا غنضيف هذا الكاس كبير كامل ديال الماء، كاس ديال الماء. ما غنقيسهاش، غنخليها حتى تشرب مزيان داك الماء، داك الكاس ديال الماء. الا قصدها دابا غتعجل ليا وغتدير داك. دابا بالتفويره الثانيه كنضيف القرع، كنضيفها باش طيب ليا. الا ضفتها في التفويره الاخيره ما كطيبش. كيف ما كتشوفوا شربات داك الكاس ديال الماء. ملي كتشرب داك كنخليوها تشرب، كتجينا ساهله في الخدمه، ما كتعجل ما كتكور لينا ما كدير، كتجينا ساهله في الخدمه كيف ما كتشوفوا. السميده كتبغي هاد العمليه هذه اللي كتشوفوا هكا، كنبرك عليها مزيان بيدي باش ملي نسقيوها تجينا شاربه وتجينا. صافي من بعد ما كملتها دابا انا غندير التفويره الثانيه. صافي نتلاقاو من بعد ما تفور التفويره الثانيه. طلع عليها البخار. التفويره الاخيره كنضيفو مطيشه.
كنخليو مطيشه هي الاخيره صافي نعرفوا الخضره طابت كلها حتى مطيشه كتعصر لنا شويه الخضره. صافي في التفويره الاخيره صافي كنديرو مطيشه وداك الرويز ديال الفلفله. كنحلو السميده هكا بملعقه خشبيه حيت كتكون سخونه غتحرقنا. دابا هنا الماء غندير فيه الملح، في الاول ما درتش فيه الملح، دابا غندير فيه الملح. نرشها هكا بهاد الطريقه هادي. سخونه شويه غتساعد معها تنشربها مزيان بالماء ونبقى نبرك عليها هكا بيدي. غنزيد واحد الرشيشه ديال الماء. صافي من بعد ما خدمتها مزيان كيف ما كتشوفوا راه ولات رطبها. دابا غنضيف ليها واحد 2 معالق ديال الزيت. بالنسبه لزيت العود كنخليوه هو اخر مرحله حتى كيعصيها لينا في الاول، كنخليوه هو اخر حاجه. صافي غنديروها دابا تفور الفوره الاخيره. كيف ما كتشوفوا درت لها 3 تفويرات. السميده كتبغي 3 تفويرات. كما كتشوفوا من بعد ما كنضيفوا الزيت كتولي السميده رطبه. دابا انا غندير الفوره الاخيره صافي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نسقيها. وهذا هو الشكل ديالنا ديال الكسكسو. فاش كنحطوا هذيك التفويره الاخيره ما كنقصوهاش بيدينا كاع، الا بردناها بيدينا ما غيجيناش الكسكسو شارب زوين. صافي غير كنقلبوها في القصريه صافي تنسقيو، صافي كنحركوها غير شويه بالمغرف وصافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى ديروا ليا جيم. وهذا هو الكسكسو ديال كل جمعه عند المغاربه. والسلام عليكم حتى الحلقه الماجيه ان شاء الله.